بعض المرات كتسمع شي قصه كتقول واه واش فعلا هذا الشيء وقع. فالقصه ديالت اليوم ديال واحد الشاب اللي اش غنقول لكم، ماشي بدا من الزيرو، هذا بدا من تحت من الزيرو. يعني تخيلوا معايا هذا الشاب هذا قدر من واحد اللي كيبيع فقط غير البيض، ولا واحد كيقبض بروجيات صحاح بحال السدود، بحال القناطر، بحال الطرقان، بحال التيرانات. وهذا الشيء كامل بدا فقط بسبب واحد الفكره اللي بسيطه، واللي هي اللي من بعد غادي تخليه يولي واحد من اغنى الاغنياء في المغرب. القصه ديالنا كتبدا في سنه 1925 في واحد الدوار اللي كيتسمى بمنطقه حاحه. هنا كان كبر واحد الشاب سميتو عمر، اللي معروف بعمر نص بلاصه. غادي نقول لكم هذا اللقب هذا منين جا. المهم هذا عمر هذا زاد في واحد العائله بسيطه، عائله امازيغيه. كان با خدام في الفلاحه، امه كتبقى بلا الدار. يعني كان عادي، كان كيقرا، ولكن بسبب الظروف اللي كان كيدوز منها خرج من المدرسه بطبيعه الحال باش يتعاون مع العائله ديالو. في هذه المنطقه هذه كانت واحد الظاهره كتوقع، هو ان الدري اللي ما كيقراش كيوصل السن ديال 11 او 12 او 15 عام خصو يخرج لمدينه اخرى يمشي يقلب على راسو، لحقاش في الدوار ما كاينش فين تخدم. فعمر ملي جاو عنده صحابو، يعني ملي وصل لهذا السن هذا وجاو عنده صحابو باش يمشي معاهم لمدينه اخرى، طبيعه الحال رفض. هو كان ما كيحملش شي حاجه سميتها نمشي نخدم عند عباد الله، ما كيحملش يخدم يضرب عليه شي واحد تماره وفي الاخر ما يعطيه والو. فهو كانت عنده واحد العقليه ديال المقاوم. فواحد النهار كان رد البال بان العيالات ديال هذيك المنطقه كانوا كيبيعوا البيض، غير هو كاين واحد المشكل، هو انهم كيضربوا واحد المسافه طويله باش يمشيو للسوق، من بعد كيبيعوا البيض في السوق وكيعاود ثاني كيخصهم يرجعوا هذيك المسافه كامله. وهذا الشيء كيخليهم يضيعوا الوقت، كيخليو رجالاتهم، كيخليو ولادهم بالجوع. يعني الناس العيالات اللي عندهم الدراري كيمشيو للمدرسه ما كيعطيوهمش ما ياكلوا، يعني كان هذا الشيء خلق لهم مشكل. فهو طاحت عليه واحد الفكره، واللي هي علاش ما يتكلفش هو بهذه المهمه، يعني يولي كيدي البيض ديال هذوك العيالات ويديه للسوق هو ويبيعو ويرجع لهم فلوسهم، والهامش ديال الربح غيشدو هو. فداك الشيء اللي دار، مشى عند امه استشر معاها، وتبع حتى هو استشر معاهم في هذا الموضوع هذا. عجباتهم الفكره. اشنو دارت امه؟ مشات قالت للعيالات ديال الدوار كاملوا، قالت له اللي كاين اللي كاين. با حتى هو مشى للجامع اللي كان كيقرا فيه ولده فاش كان صغير، قال لي راه مشى استشر مع الرجال تما، قال لهم بالله راه اللي عنده شي مرة كتبيع البيض راه الولد ديالي راه غيتكلف بهذه المهمه، وراه الامور ان شاء الله غادي تكون على ما يرام. من بعد هذا الفيلم كامل تقريبا 10 العيالات هما اللي يقدروا يوافقوا ليه على هذه الفكره هذه، اما العيالات الاخرين بحكم السن اللي كان فيه هو ما بحال قلتي ما طاقوش فيه. صافي ولا خدامين مع هذوك العيالات، يعني 10 تيسرات الامور، العمليه نجحات. هذوك العيالات ولاو هما اللي كيريكومونديو العيالات اخرين. يعني راه تتمشي مثلا شي وحده عند صاحبتها، راه فلان راه ثقه ولا عليك، يعطي البيض ديالك راه غيبيعوا لك وغادي يجيب لك فلوس كاملين مكمولين ما ناقصاهم حتى ريال. وتخيلوا معايا الوقيته اللي كيدي فيها البيض للسوق باش يبيعوه كان كيمشي في الكار باش يتقام عليه ترونسبور رخيص. والاغرب من هذا هو انه كان كيتشارك هو شي واحد في شي بلاصه وحده، يعني هو كيجلس في النص وهذاك الاخر في النص وكيخلصوا ورقه وحده. فمن هنا من جات هذيك السميه ديال نص بلاصه، ولا كيطلق عليه عمر نص بلاصه. وبشوي بشوي تكبر ليه البروجي، ولا كيخدم مع عيالات بزاف، تقريبا العيالات تاع المنطقه كاملين، ولا كيخدم مع دراري اخرين كيتعاون معاهم. وهكا باش دار واحد راس المال اللي محترم. امتى غادي يكبر ثاني هذاك راس المال؟ واحد النهار كانت دخلت واحد الشركه فرنسيه على حساب واحد الطريق ما بين حاحه وما بين اكادير، وهذيك الشركه كنسمعون بانهم خاصهم الحجر. فهو بما انه كان شجاع وكان جبهه، مشى عند المسؤول ديال هذيك الشركه قال لهم بالله انا نقدر نتكلف لكم بهذه المهمه، يعني نجيب لكم الحجر وبثمن قل ب 10% من الثمن اللي غتحسبوا لكم هذيك الشركه اللي كتعاملوا معها. المسؤول قال لي صافي توكل على الله قضي الغرض. فاشنو دار عمر؟ مشى عند الدراري ديال الطوار اللي ساكن فيه، قال لهم بغيتكم تخدموا معايا، غنخلصكم بالثمن مزيان، غتخدموا معايا في الحفير ديال الحجر، يعني غنجمعوا الحجر وغادي نبيعوا لواحد الشركه. للمره الثانيه كتنجح ليه العمليه وكيصدق ليه البروجي. صافي بقى خدام مع ديك الشركه، تكبر معاها، كبر كي قلت لكم راس المال، شرا كمايوات، شرا ماتيريال، وبقى خدام معاها. وفي هذيك الشركه يعني تعرف على ناس اخرين ولا كيشد معاهم بروجيات، يعني خدم في فيلات، خدم في طرقان اخرين. المهم بدا كيكبر بشوي بشوي. امتى غادي تبدا نقطه التحول ديالو غادي يكبر نيت لاقصى درجه؟ هو نهار كان جا الزلزال في اكادير. كنا عارفين اشنو وقع في اكادير في سنه 1960. تما كان الراحل محمد الخامس كان قال لهم يعني اي واحد عنده باش يساعد باش يعاون غير يعاون. فمن طبيعه الحال عمر كان عنده كميوات، مشى دخل بهم وعاون بهم، ولا كيهز بهم الضحايا، كيهز بهم المونات، كيجبد من المال ديالو الخاص وكيقدم مساعدات، كيجيب ماكله، كيجيب مانطات، كيجيب حوايج. المهم اي حاجه كان قادر يديرها عمر كان كيديرها وما كيتسناش المقابل. ففي هذا الحدث هذا تماك الصوره ديالو كبرات، الناس عرفوه وعرفوا النيه الزوينه تاعو والحب ديالو للبلاد. مني جا الحسن الثاني سمع الخبر او سمع القصه ديال هذا السيد هذا،
فباش يرد ليه الجميل اللي دار مع الناس ديال اكادير، ولا كيعطيه بروجيات صحاح، ولا كيعطيه القناطر، ولا كيعطيه السدود، ولا كيعطيه التيرانات، الطرقان، لوطوروط، البني الصحيح. يعني المكاتب بحال مكتب الشريف ديال الفوسفات ومكتب السكك الحديديه هو اللي داخل فيهم نيت. يعني فيما كان شي بروجي كبير كتلقى فيه عمر، وهكا ولا ملياردير، ولا من اغنى الاغنياء في المغرب. ولكن في 1979 عمر غادي يجي الاجل ديالو، وغادي يخلي موراه واحد قصه نجاح، قصه واعره بزاف. ما نكذبش عليكم انا شخصيا عجباتني. يعني شوف بنادم من والو، ما كاين لا ديبلوم لا شهاده لا باك صاحبي لا والو، لا راس المال ما كاينش. يعني بفكره بسيطه قدر يولي ملياردير. ما كاينش راس المال اللي ما راس العام والو.